احتفالات في كل مكان في مصر، ساحات ونوادي وقهاوي، في كل مكان احتفال بفوز الأهلي المبكر في تونس. نفرح شوية، بس لازم نفكر برضو شوية. نفكر في مين؟ في المباراة القادمة والنهائية، واللي هتكون أصعب وأصعب وأصعب، وفي الغالب مع فريق صن داونز العنيد، ميلودي صن داونز. أهلا بكم في قناتنا المتواضعة هواية وفن وابتكار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية ألف 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 مليون مبروك للنادي الأهلي. النادي الأهلي زعيم القارة، اللي أثبت إنه دايما زعيم ودايما بعبع القارة زي ما احنا عارفين. والنادي الأهلي النهاردة لعب مع الترجي مباراة أكثر من رائعة، وإن كان أخفق في بعض الفرص اللي كان ممكن يحرز منها أهداف. الترجي التونسي كان من الممكن برضه انه يحرز اهداف، ولكن كان صعب عليه انه يتخطى الاهلي او انه يفوز على الاهلي بثلاثة اهداف على الاقل. الترجي التونسي فشل في ان يرد اعتباره هنا في القاهرة بعد الهزيمة القاسية التي لحقت به في رادس، والاهلي زود جراحه واكد انه زعيم القارة هنا، وانه لا صوت يعلو فوق صوت الأهلي. الأهلي والترجي اليوم بدأت سجال هجمة هنا وهجمة هنا، ولكن بالنسبة أكثر هجمات الأهلي كانت ذات خطورة. أما هجمات الترجي هجمات نادي الترجي التونسي فكانت على مضض، يعني كان فين وفين لما تيجي هجمة، وما كانتش هجمات خطيرة يعني للدرجة اللي هي. ولكن النادي الأهلي أضاع الكثير من الفرص، وخصوصا في الشوط الثاني وبعد نزول عبد القادر النهارده كان ممكن يحرز هدف واثنين، وكهربا أيضا كان ممكن يحرز هدف واثنين، ولكن كهربا أدى أداء رائع، وبيرسي تاو أدى أداء رائع أيضا، وأثبت بيرسي تاو إنه هو ليس بالصفقة الفاشلة كما يقال، وهو صرح قبل ذلك: أنا لن أترك الأهلي إلا إذا أثبت أنني لست بالصفقة الفاشلة. عايزين نعرف مستر كولر قال إيه للعيبة قبل المباراة. طبعا مستر كولر قال للعيبة إن مباراة رادس شوط ومباراة القاهرة شوط تاني، وإن إحنا لا يجب أن ننخدع بهذه المباراة، وخصوصا أن الترجي في رادس قد صنع هجمات خطيرة وكان من الممكن أن يحرز أهداف. وعلى هذا اللعيبة كانت بتدافع بشراسة، وكان في حذر دفاعي شديد. لذلك نلاحظ أن علي لطفي لم يختبر إلا في كرة واحدة، ودي كانت في الشوط الثاني وعدت بسلام. نتمنى من قلوبنا ان نادي الزمالك يرجع تاني لقوته، لانه نادي عريق ونادي كبير، والكرة المصرية لا تزدهر الا بوجود اهلي وزمالك واسماعيلي. فطبعا المستوى المتردي ده اكيد بسبب المشاكل اللي حصل من دول في الزمالك. ولاحظنا حاجة غريبة، ان الكابتن خالد الغندور في أحد البرامج كان بيتكلم عن النادي الأهلي وعن دفاع النادي الأهلي وهجوم النادي الأهلي وحراسة مرمى النادي الأهلي، وكان يتغنى بهم. وده طبعا يعتبر شيء جديد احنا ما تعودناش عليه من الكابتن خالد الغندور. فيا ترى ايه السبب؟ الله أعلم. دي كانت فرصة هدف محقق للنادي الأهلي في أواخر الشوط الثاني، وده هدف حسين الشحات. كولر مش هنستهتر أبدا، هجمات للأهلي ضائعة وهجمات للترجي أيضا ضائعة، و10,000 مشجع هزوا الاستاد كأنهم 100,000.